السلام عليكم. من يومين لقيت بوست على الفيسبوك في وشي كده، واحد كاتب: لو قدر للأموات أن يبعثوا لبعث محمد مرسي ليشمت في المصريين عشان بقوا رهن للقروض والديون اللي بقت عليهم. أفتح صفحته لقيته من موريتانيا. موريتانيا دي احنا خدناها في إعدادي من باب اعرف القارة اللي انت ساكن فيها. بلد كده متطرفة في غرب أفريقيا وبتطل على المحيط الأطلسي. ناسها ناس طيبين في حالهم، محدش فيهم بيتكلم. ما كناش بنسمع عنهم حاجة إلا في حالة حدوث انقلابات عسكرية عندهم. يعني من كام شهر قائد الجيش حاول يعمل انقلاب على الرئيس الحالي. الرئيس الحالي ده كان عامل انقلاب على الرئيس اللي قبل منه وخد منه السلطة. فيعني انتوا الحالة السياسية بتاعتكم غير مستقرة. حتى حاولتوا تعملوا وفاق وطني يا أخي معرفتوش، فشل الوفاق الوطني بتاعكم. فده سياسيا. انت بتتكلم على القروض وكأن بلدك ما خدتش قروض خالص. لا تعالى بقى، تعالى اقول لك بلدك واخده قروض قد ايه وامتى. انتوا في نوفمبر اللي فات 2022 صندوق النقد وافق على قرض ليكم باجمالي 82.75 مليون دولار. قبل منه كان في ديسمبر 2017 انتوا واخدين قرض من صندوق النقد باجمالي 167 مليون دولار. عملتوا بيهم ايه؟ طب احنا قروضنا معروف على الملأ والعالم كله احنا عملنا بيهم ايه. ايش مدن وشي مصانع لتسييل الغاز وشي طرق وشي مش عارف ايه. انتوا عملتوا بيهم ايه؟ تعال اقول لك حال بلدك الداخلي. بخصوص الطرق، انتوا سنة 96 لما جيتوا تعملوا طريق استعنتم بالمهندسين المصريين علشان يعملوا لكم الطريق ده. باي ذا واي كده، يعني حاجة على الماشي كده. انتوا حالكوا ايه دلوقتي؟ انت حال المواطنين اللي عندك يصعب على الكافر. يا راجل، دي العبودية انتهت من العالم كله ولسه موجودة عندكم، تصدق؟ يعني انا فوجئت بواحد رافع يا عيني يافطة لا للعبودية. انتوا بتحاولوا تعملوا تشريع قاطع علشان تمنعوا العبودية. للي ما يعرفش، بس موريتانيا كانت الساحل والمرفأ الأخير لتجار العبيد الأفارقة أو تجار الرقيق الأسود اللي كانوا بييجوا يخطفوا الأفارقة ويودوهم كعبيد لأمريكا. وباين كده إن العملية اتأصلت عندكم حبتين، فأنتوا مزودين فيها لغاية النهاردة. طب ادوا الناس حقوقهم اللي بتشتغل عندكم. يعني في فئه اسمها الحماله، دول يا عيني اللي شغالين في ميناء نواكشوط طالعين كاتبين يفط قد كده لا لتجويع الحماله. يعني ما دام انت ليك راي كده وطالع تعدل على بلاد غيرك، ما تعدل على بلدك. لا وكلكم بقى والله وصعبوا عليا الناس اللي طالعه بتقول لك لا للعزله، لا للعطش، لا لانعدام التعليم، انعدام التعليم وانعدام الصحه. نار يسوح، ده انت ما عندكش بلد من اساسه. ده انت صندوق النقد ده يعني المفروض يمضيكم على قنبيلات من هنا ليوم القيامة عشان يضمن حقه. انت طالع بتعدل علينا احنا. يعني انت بلدك فيها اللي مكفيها، فانت ما لقيتش حاجة تتكلم فيها فجاي تعمل اسقاط على مصر. يعني جاي تقول يا مصريين انتوا خدتوا قروض اتوكس. يعني هو بمنتهى الأريحية البلدي المصرية بقول لك اتنيل وخليك في خيبة بلدك. كل واحد بلده منيلة من جوه وجاي هينطق كلمتين على مصر، هطلع هنشر غسيله إلا مؤاخذة على الناس بحالها. خليك في خيبة بلدك وبلاويها. في عندنا مثل مصري جميل قوي، يعني أمثالنا المصرية حلوة قوي. بيقولك بيبقى فوقيهم زفت وتحتيهم زفت ويقولوا اف ريحة زفت. انت كده، انا بقول زفت بس اكراما يعني. وفي مثل تاني جميل قوي ينطبق على اللي انا عملته فيك دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ لولاك يا لساني ما تسكتي قفايا. فما فيش داعي انك يعني ايه تتسكي تاني، واي حد يطلع يجيب سيرة مصر بحاجة وحشة هيتسك على قفاه وقفا بلده. خليكم في خيبتكم. يلا سلام.